اتغيرت طبعا، لان لقيت الموضوع صعب جدا مش سهل. وانا حكم كانت تمثل اعضاء للجان اللي اه كانت طبعا طبعا موجوده وانت حكم. وحسيت ان انا وانا حكم انا كل هدفي انا اللي انا ادور على نفسي، العب، اوصل، اروح واعمل. لكن في المسؤوليه انت مسؤول عن حكام مصر كلها، فالامور صعبه جدا جدا، يعني ما كنتش اتوقع ليها بالصعوبه. وخصوصا لما تبقى مسؤول مسؤوليه كبيره في اللجنه، لا محتاجه شغل كبير ومحتاجه تركيز ومحتاجه تضحيات كبيره جدا. طبعا. طب يا كابتن، اكتر حاجه معترض عليها في الوسط الرياضي ونفسك تتغير؟ تعصب. تعصب. تعصب، لان للاسف الشديد التعصب ده هو اللي خدنا حاجات كتير قبل كده حصلت. سببه ايه يا كابتن؟ الاعلام؟ طبعا. مجالس الاداره؟ لا، الاعلام. الاعلام. بمنتهى الامانه، الاعلام طبعا. خلي بالك لان الاعلام ده بيتفرج عليه الصغير والكبير. بالرغم انت لما تروح وتشوف اللعيبه اصحاب واخوات مجالس الادارات، شفت اخر حاجه صوره النادي الاهلي ونادي الزمالك، يعني ما الامور اسهل ما الناس بتتخيلها. فاتمنى الاعلام ما يوصلش صوره، لان في الاخر دول مصريين، سواء اهلي ولا زمالك، دي مصر اللي خسران طبعا. اسم مصر. طب كابتن، هو الاعلام برضو حاسس ان في فترات كتير قوي بيظلم الحكام، بيبقى قاسي عليهم قوي في بعض في بعض الاوقات، وفي بعض الاوقات بيقف مع الحكام. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا لعبت الاهلي والزمالك السوبر بالاعلام. الاعلام كله كان بينادي بحكام مصر وكان مرشحني بقوه. فلما لعبت الماتش كان بيساندني بكل قوه، وساند حكام مصريين كتير جدا. خلي بالك كنت باجي اقول الاعلام سبب التعصب، لكن في اعلام محترم جدا، في اعلام ملوش مصلحه. ودايما بقول الاعلام الصحيح بيبقى ليه تاثير كبير جدا في المنظومه في مصر. طب كابتن، ما جبت سيره التعصب، شايف ايه الروشته علاج الاعلام الرياضي عشان نحاول نقضي على التعصب الرياضي اللي موجود في الوسط الرياضي؟ يعني عايزين ننشر، يعني يبقى في وسائل الاعلام توضيح اكتر للناس، ويعني قصدك التزم المهنيه. يعني خلينا في المهنيه، خلينا نبعد عن اي حاجه، وخلينا نقول اللي احنا شايفينه صح، عشان حتى المشاهد لما يتلقى المعلومه يكون واثق فيها. ما نحاولش ننقل اي حاجه مش مظبوطه، لان ده